وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أسلم عبدي واستسلم، ما يبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة، فهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل على الملك العلام، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن المخلوقات جميعها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كلمة التجاء واستعانة وتوكل على الله، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. ومعناها لا تحول من كفر إلى إيمان، ومن عصيان إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقصان إلى زيادة وتمام إلا بالله عز وجل، ولا قوة عند العبد على القيام بأي شأن من شؤونه أو أمر من أموره أو تحقيق أي هدف من أهدافه إلا بالله عز وجل.